السلام عليكم اخوتي اخواتي، معكم خوكم عبد الرحيم. اخر مقطع ان شاء الله نتمنى يكون هو الاخراني كنهضروا فيه في هذا الشيء اللي كيتعلق بالكره. هو هذا فيه واحد الرساله اخيره وموجزه. سمعوا معايا هذا المقطع ورجعوا ان شاء الله نعقبوا. مرحبا الاخوان، الله يجزيكم بخير. هذا راه خونا وما بيننا وبينهم غير الخير والاحسان وجمعنا الاسلام. علاش بغينا نبداو نرولوا في هادشي الفتنه هادشي اللي كاين الاخوان فيهم كلشي صالح تيسب فيه حشومه الكومونتيرات. انا ما عندوش الوالدين، شي اللي سبات السيد الله ما عنده الوالدين بالله. شوف هادشي اللي كان في الجامع كاع ماشي كاع ما تفوتش. هادشي اللي كاين والله العظيم كاينين الناس كاع اللي خلاو الجامع. هاد السيد ما خلا كاع الجامع. والله الا دور ليا قال لي الجامع خاوي. اش واقع وكون عاش كاين اخوان ديما تشوف وانت اللي كاين ما اجي باقي يهضر معاك حتى واحد اخوان خونا هضر معاك حتى واحد مساكين ماشي خدام المغرب. هادوك الاخوان الدراري هادوك اللي تيجوا في التيران ما عايشينش معنا في المغرب. ما الدراري اللي خدام في المغرب واش هذا معاشو بيقطع ورقه ب 2 المليون. ما عنده كاع ما كره. وهو انا كاع ما شفتش كره والباح مسكين اقسم بالله الا دور ليا مع العشاء قال لي عبد الله راه الجامع خاوي. واش واش قال لي اش واقع؟ قلت له اخويا دخل تصلي ودخلت انا صليت والسلام عليكم. صاحبنا ما الدراري هو راه بعيد على الكره حنا ما جيرين. لا بلاتي الكره في النول الدنيا والارض. هذا الشيء اللي كاين صافي جزائر ديكلاري مغرب السنغال جزائر حوا وكذاب صاحبي. الاخوه والاخوات، هاد خونا في الله مواطن سنغالي مسلم مقيم في المغرب كيترزق على الله، كيصور الرزق ديالو حلال طيب مبارك بعرق جبين. وملي يعني خسروا المغاربه صبح هو غدت ليه مشى للسوق تيتددو البراش. والناس اللي ما عندهم عقل واخا كاع كبار حيت كلشي رجع صراحه مبروش في هذا الشيء ديال الكره. حتى بعض الناس اللي كنقولوا عقلاء شفناهم نجارفوا في هذا الشيء ومشاو حتى هما ولاو طرف يعني في اذكاء هذا النار ديال هذه الفتنه اللي تكلمنا عليها مع كامل الاسف قبل ما يوقع هادشي. تكلمنا عليها مع داكشي الجزائر ومع مصر ومع حتى السنغال، وقلنا اننا خوت مسلمون سواء مع العرب سواء مع السنغال، وانه حتى الا شجعتي شي دوله اخرى ولا وقعت شي حاجه مع شي دوله اخرى فراه هادشي كيبقى لاعب وفقط. وانه هاد الكره راه كتشتت الشمل ما كتجمعوش عكس ما يروج له في يعني القنوات والاعلام. وانه هاد الكاس دينا من حتى 200 راه ما غادي توصلنا فين وما غادي تنقص منا حتى شي حاجه، انما هي تظاهرة رياضية لها أبعاد سياحية. وهذا كل ما في الأمر. والدليل هو أنه دوك اللي كنسبوا مثلا بحال مصر دات 7 منا وبحال الجزائر حتى هي راه داتها في 2019 وحنا نيت كنسبوهم وكنقولوا لهم راه باقيين مؤخرين. إذا الكرة ما كتقدم ما كتوخر. وهذا السيد مسكين ما عندوش مع الكرة، بالعكس هو مشى يصلي العشاء وما لقى حتى في الجامع وكيستغرب تيقول واش واقع نهار الماتش هو ما كان كيتفرج. بالعكس يعني مشى يصلي عادي ولقى الجامع خاوي لانه المسلمين مقابلين اللعب. اذا السيد راه ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء وليس يعني هو الوحيد في هذا الامر. حنا كنتكلموا بصفه عامه لانه بزاف ديال الناس كيقول لك لا راه خصنا هاد الافارقه ما يبقاوش في بلاد. ولاو هاد الناس هادو بسبب هاد الكره بيحطموا علاقه بناها المغرب مع الامتداد الافريقي ديالو لطيله سنوات، وبناها كذلك المغرب مع الامتداد العربي الاسلامي لعده عقود من الزمن. فيا للعجب ما اشد هذه الفتنه وما اشد سحر هذه الساحره المستديره التي تبدو للكثير من الناس على انها فاتنه جميله شابه وانما هي عجوز شمطاء تسحر العقول وتغير الافكار والنظرات. بزاف ديال الناس كيحرشوا في مواقع التواصل على خوتهم المسلمين اللي جايين من افريقيا، وحتى الا كانوا غير مسلمين فراه دخلوا بعهد من الدوله ودخلوا يعني في حفظ الله وامانه من الدوله، ولا يحق لاي احد تعرض لهم لا بالاهانه اللفظيه ولا بالتهديد الجسدي. هذا امر
يعني مفروغ منه. وردتكم لواحد المساله، حنا في 2022 المنتخب ديالنا قسى الصبريون بسيناريو قاسي، وعرفتوا يعني وصلوا معاهم حتى للبيلانتيات. واش يعجبكم الحال مثلا انه الصبريونيين يطلع لهم الدم ويقولوا راه حنا هذوك المغاربه كاع اللي عندنا بغينا نجريو عليهم وبغينا نديروا لهم وبغينا نديروا لهم لانه قصانا المنتخب ديال سميتو ديال المغرب؟ هذا راه سفاه سبحان الله. يعني الحاجه اللي ما قبلتيهاش انت على راسك ما تقبلهاش على اي خوك مسلم، ولا حتى على اي انسان دخل الى بلدك بعهد وبالقانون ديالو دخلاته. يعني الدوله بكامل ارادتها، والدوله عندها اتفاقيات كبيره مع الافارقه، اتفقنا معهم اختلفنا معهم في السياسه، لكن راه هاد الناس اللي دخلوا افارقه لهاد البلاد ولا حتى غير الافارقه فهم دخلوا بعهد الله عز وجل، ولا يحق لاحد التعرض لهم ولو بنصف كلمه. اذا هذه مساله مفروغ منها، والله العظيم الا هذا الكلام هذا تكلمنا فيه واجتريناه وهضرنا فيه وانا راه ما كنهضرش في هذه المواضيع، ما هضرت عليه لا في كاس العالم ديال 2022 ولا في كاس العالم ديال هذوك الشباب اللي داوها المغرب ولا في كاس العرب. وحيت عرفتوا هذا الشيء راه متابع، راه عام راه فيه ما عرفت 20 مسابقه ولا شنو، ما هضرتش في هذاك الشيء. وحتى في هذا كاس افريقيا راه ما هضرت فيه حتى سخن الطرح، وحتى شفنا انه داك الشيء فات الحد. وحتى الناس اللي هما كيما قلنا لكم اختصاصهم في الكره وكيترزقوا من الكره وكيديروا محتوى ديال الكره، حتى هما جاو حتى لهذا العام وتقاد لهم هذاك الشيء كله، وقالوا لعباد الله انه هذا الكم ديال السباب وديال الشتم وديال التحريض على الكراهيه اللي شفناه في هذا العام ما عمرنا شفناه، وهذا الشيء لا يعقل. فاين ذهبت عقول عباد الله؟ والله العظيم هذا الشيء الا مؤسف ومؤسف جدا جدا جدا. نتمناو انه الناس يستوعبوا هذا الشيء اللي كيديروه، انه ما خدامش. وراه عيبها انه الخساره داز عليها ساعه وساعتين ونهار ويومين وباقي الناس شادين في هذه الهضره كانها نهايه العالم، بينما هذاك الشيء راه غير لهو ولعب. وحتى اللعابه راه استقبلهم يعني الامير مولاي رشيد استقبلهم وكرمهم وداك الشيء. اذا القضيه عند الدوله سمن وعسل. العلاقات ما بين المغرب والسنغال سمن وعسل، العلاقات ما بين المغرب واغلب الدول العربيه مثلا مصر اللي وقع بينها هذاك الشنآن سمن وعسل. وحتى العلاقه بيننا وبين الجزائر فهي كيتوالاوها السياسيين، وكتشوفوا انه حتى الملك ديالنا ملي كيخطب في خطاب العرش او في اي مناسبات راه كيقول الا الكلام الخير لجيراننا في الجزائر. فما تهزاش يا اخي انت منين انتقلت كما قلنا، وما تكونش انت ملكي اكثر من الملك، وما تكونش يعني المواطنات ديالك فقط محصوره في كره القدم وفي اللعب وفي هذه الامور هذه، لان المواطنه وحب الوطن عنده بزاف ديال الابعاد، واولها التعليم والصحه والكرامه ويعني والاقتصاد والاختراع والفلاحه والصيد البحري، بزاف ديال الامور. وهذه الكره راه كتشكل واحد الجزء يعني صغير وصغير جدا من المواطنه، لانه كيتعلق بواحد الشق ديال السياحه وبصوره البلد. اتفقنا ولا اختلفنا مع التوجه ديال الدوله في هذا الاطار، كتبقى الامور مساله لعب. على الاقل بنادم هكا يفكر كمشجع، اما السياسه لها ناس يعني يزاولونها وهم مؤهلون لها وتعلموا طريقه ممارستها. اما الناس يجوا بقاو كيتعداو على خوتهم المسلمين وبقاو كينشروا خطاب الكراهيه على دول اخرى مسلمه، فهذا لا يعقل ولا يقبل باي حال من الاحوال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.